السلام عليكم. بدون شك انت كتمني النفس انك تقرا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم معانيها وتعرف تفاصيل حياته. اليوم غادي نعيشوا مع حياته، غادي نفهموها مزيان كأننا معاه، وبالتالي غادي يسهل علينا نطبقوها ونتبعوا تعاليمها. لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نور كنهتديو به في ظلمة الجهل اللي اجتاحت العالم كامل. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غير قصة كنسردوها ونستمتعوا بأحداثها، وإنما هي عبر خاص كل واحد من المسلمين ينزلها على الواقع اللي كيعيش فيه باش تضولوا المسار ديال حياته ويعيش سعادة الدنيا والآخرة. لذلك من الضروريات اللي كتشغل بالي وغادي نحاول نشاركها مع خوتي المغاربة في هذه السلسلة أننا نتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة وأبسط عبارة، ونجعلوها منهج حياة في العبادات والمعاملات. غادي تكون حلقات هذه السلسلة من المولد إلى الوفاة سيرة أعظم رجل في التاريخ، سيرة أحب الناس إلى الله، سيرة نبي الرحمة والهداية والملاحم، سيرة الرحمة المهداة اللي به أنارت الأرض والعالم وصلوا الخير كامل اللي جا به محمد صلى الله عليه وسلم. اختاريت باش تكون سيرته بالدارجة في الغالب باش توصل لكل مغربي ويفهمها القارئ واللي ما قاريش. من حقك تتعرف على أعز إنسان واللي محبته فاقت محبة الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبيه وأمه والناس أجمعين. هذه أعظم طريقة باش نهضوا بالمجتمع. خصنا نحيو دماء جديدة في الأمة من خلال معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان كيتعامل مع الصديق والعدو، كيفاش كان كيتعامل في الفرح والغضب، كيفاش كانت ردة فعله عندما كيسيء لي شي واحد من الناس، كيفاش عامل أزواجه، كيفاش عامل أحبابه، كيفاش عامل القريب والبعيد. انتظرونا مع مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأحداث العجيبة اللي وقعت في ذاك العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكان أرض قاحلة سميتها الجزيرة العربية في قبيلة قريش، بالضبط في واحد الحي سميتو شيع بني هاشم. الزمن يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول، بعد 50 يوم من محاولة أمرها الحبشي هدم الكعبة المشرفة. وهي الحادثة اللي قص علينا الله عز وجل أحداثها في سورة الفيل، وكيفاش حمى الله عز وجل بيته وحرمه العظيم من أب عربي سميتو عبد الله بن عبد المطلب المعروف بالذبيح. وسبب التسمية أن عبد المطلب نذر بعد ما نصر الله عز وجل في حادثة حفر بئر زمزم أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذبح 10 أبنائه، واللي كان هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشيء ما كملش لحكمة يعلمها سبحانه، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، يقصد بذلك إسماعيل عليه السلام جده الأكبر ووالده عبد الله. الوالدة ديالو سميتها آمنة بنت وهب، واللي كانت كتلقب بالسيدة لشرف نسبها ورفعتها في قبيلة قريش. كان مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للوجود في واحد الوقت اللي العالم كيعيش أزمة التوحيد بكل مقاييسها، بحيث أن الشرك وعبادة الأوثان ولات سائدة في المجتمع العربي، وعم الظلم والفساد وانتشرت الرذيلة بجميع أنواعها. منين ولدته آمنة بنت وهب خداه جدو عبد المطلب كيلتمس له المراضع، وكانت عادة معروفة عند العرب قديما. أول امرأة رضعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثويبة، ومن بعد منها حليمة بنت أبي ذؤيب. فكانوا خوت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث، وهي اللي كانت ملقبة بالشيماء. حليمة ما كانتش بغات تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتيم بدون أب، لكن قررت في الأخير باش تديه معاها وتعتني به وترضعه. فكان من قصتها ما يلي وبها نختم. كانت حليمة بنت أبي ذؤيب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت تحدث فتقول أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد ابن بكر.
قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لقمراء معنا شارف لنا، والله ما تنبض بقدره، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغديه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك ولقد أدمت بي الركب، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، فقدمنا مكة نلتمس الرضاعة. فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك. هذه قصة حليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش أنها منين خداته لعندها حصلت لها البركة وتيسرت الأمور والبيت صار فيه الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجوده سبب في بركة أهل ذلك البيت، وبقى معاها حتى استوفى السنتين، ومرجعته الوالدة ديالو آمنة حتى وقعت له واقعة شق الصدر. انتظرونا إن شاء الله في الحلقة الثالثة مع أحداث أخرى من سيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حياة نبينا صلى الله عليه وسلم مرت بمحطات كثيرة جدا، وعانى من الابتلاءات وذاق مرارة اليتم، وقاس من شدائد كثيرة قبل ما يجي الوحي ومن بعد ما جاء الوحي. دوز 6 سنوات بدون والد، ولم يسبق له أن رأى والده، ومن بعد منها غادي توفى الصدر الحنون ومنبع الراحة والهناء والدته وآمنة. توفات وهي راجعة من زيارة قبر زوجها عبد الله، وتدفنات في واحد المكان سميتو الأبواء ما بين المدينة ومكة. من بعد وفاة الوالدة ديالو آمنة انتقلت الكفالة إلى جده عبد المطلب، اللي كان كيقدم النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه الخاصة، وكيقول لهم: دعوا ابني هذا والله إن له لشأنا. منين وصل 8 سنوات توفى جده اللي كان راعيه وكافله، ثم غادي تنتقل الكفالة إلى عمه أبي طالب اللي عاش معه 40 سنة تقريبا يكرمه ويدافع عنه، وكان أحيانا كيطلب المطر بوساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من كيجي القحط والجذب والجفاف تياخذ عمه أبو طالب الكعبة المشرفة ويلصق ظهره على حائطها ويرفع أصبعه إلى السماء. قالوا: فيقبل السحاب من ها هنا وها هنا، ثم ينفجر الوادي بالغيث. وهذا الأمر هو اللي شار لي في معلقته التي دافع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فما لليتامى عصمة للأرامل. في هذا الوقت اللي كان تحت الكفالة ديال عمه أبي طالب، باش يقوي شخصيته ويكون شخصيته، غادي سافر معه إلى الشام في رحلة تجارية، وهنا وقع واحد الحدث عجيب جدا. في طريقهم وصلوا لواحد المكان سميتو بصرى الشام. في هذه المنطقة كان ساكن واحد الراهب سميتو بحيرة.
لما نزل الركب هبط لعندهم بحيرة واستقبلهم وأكرمهم أيما إكرام. وكانت أول مرة كينزل هذا الراهب من الصومعة ديالو لاستقبال أحد من الناس، توجه مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في عمره 12 سنة، خداه من يده وهو يقول لهم: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: من أعلمك بذلك؟ قال: إني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. فسأل أبا طالب أن يرده وأن لا يقدمه معه إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة المقبلة غادي نشوفوا كيفاش بدات كتكون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش بدا كينضج وكيشارك في أحداث كبيرة مع قبيلة قريش مثل حرب الفجار وحلف الفضول. انتظرونا قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى جعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة جد واجتهاد. من أول فترات حياته هو حامل هم المسؤولية، وشارك في الأحداث اللي ساهمت في نضج شخصيته مبكرا. كان من الجنود الشباب في حرب الفجار اللي دارت رحاها بين قريش ومن معها من كنانة، وبين قيس وحلفائها من جهة أخرى. وسبب تسميتها بحرب الفجار لوقوع حادثة قتل بين رجل من قيس ورجل آخر من كنانة في شهر ذي القعدة المحرم، اللي كان واحد من الأشهر الحرم اللي كتحترمهم العرب قبل مجيء الإسلام. فوقع القتال ل4 أيام متتالية، وهي معركة كبيرة جدا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينبل فيها لعمومته، أي كان كيحسب النبال ويوجدهم لهم باش يستعملوهم في الحرب. من بعد الحرب والقتال اللي وقع بين هذين القبيلتين، اجتمع أهل الحل والعقد منهم واتفقوا على إبرام صلح بينهم، هدفه رفع الظلم والانتصار للمظلوم وأخذ الحق لصاحبه. والسبب الرئيسي لوقوع هذا الصلح أن رجلا من اليمن أتى ببضاعة إلى مكة ليتاجر بها. باع البضاعة لرجل اسمه العاص بن وائل. هذا الرجل هذا كان من أشراف قريش، فمنع اليماني بعض حقه وهو يتشكى لأشراف قريش، وأنشأ يقول: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر. وهو يقوم واحد الرجل سميته الزبير بن عبد المطلب، جمع قبائل قريش كاملين وعقدوا حلف الفضول اللي من أعظم البنود ديالو رفع الظلم على المظلوم ورد الحقوق لأصحابها. وهذا كي تعتبر من مفاخر العرب قبل الإسلام. من اتفقوا وحطوا البنود ديال هذا الحلف، مشاو لعند العاص ابن وائل وخداو منه السلعة وردوها للرجل اليماني. هذا الشيء قبل مجيء الإسلام أيها الإخوة. وإحنا في هذا الزمن في أمس الحاجة لحلف آخر يجتمع فيه المسلمون على كلمة واحدة ترفع فيها الظلم ويتقام فيها العدل وترجع فيها الحقوق لأصحابها، وياخذوا على يد الظالم اللي كيسرق أموال الناس. هذا الحلف أيها الإخوة شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بعد نزول الوحي عليه: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف، وما ذلك إلا محبة في العدل وكرها للظلم
بجميع أنواعه، وهو شاب في سن 20 حضر بين سادات القبائل ووقع معهم هذا الاتفاق، وكان كيفتخر به بعد نزول الوحي. في الحلقة المقبلة غادي نشوفوا كيفاش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد، واللي غادي تكون زوجته ورفيقة دربه وأم أولاده. انتظرونا في الحلقة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بدون شك كل واحد فيكم عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صغره يرعى الغنم على قراريط، وهي مبالغ زهيدة باش يعول نفسه، وهذا العمل اشتغلوا فيه بزاف الأنبياء قبل منه. بغى الله عز وجل يربي في نفسه الصبر ويهيئه باش يحمل أعظم مهمة، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. منين وصل 25 سنة غادي يتلاقى مع خديجة رضي الله عنها. خديجة كانت تاجرة وامرأة ذات نسب عريق في قريش، وكانت كتصفة الرجال يتاجرون في مالها. سمعت أن نبينا صلى الله عليه وسلم رجل شريف ومعقول وصادق وصاحب أمانة. صفطات له واقترحت عليه السفر إلى الشام ليتاجر بمالها هناك، وبالفعل سافر رسولنا صلى الله عليه وسلم مع غلام لخديجة اسمه ميسرة. عند رجوعهم من الشام تكلم ميسرة مع سيدتها خديجة بما رأى من كرم وأخلاق وشيم عظيمة في النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باحت خديجة لإحدى صديقتها بما في نفسها تجاه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلتها إليه تعرض عليه الزواج. قبل النبي صلى الله عليه وسلم فتم الزواج المبارك بعد شهرين من رجوعه من الشام، وكان عمره آنذاك 25 سنة، وخديجة رضي الله عنها في سن 40. وما كاينش في كتب السنة أنها خدعت الوالد ديالها اللي كان غايب عن الوعي باش تاخذ موافقته للزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يرفض تزويج ابنته من الصادق المصدوق؟ خديجة رضي الله عنها ولدت مع النبي صلى الله عليه وسلم القاسم أولا، ثم عبد الله، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله عنهم. ولادو كاملين توفاو وهما صغار، والبنات بقاو حتى أدركنا الإسلام وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد منها توفاو كاملين في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، وافتها المنية بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. فاطمة هي زوجة علي رضي الله عنه، ووالدة الحسن والحسين سبطان النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة المقبلة غادي يتم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم باش يوضع الحجر الأسود للكعبة المشرفة، وغادي تبدأ تبان الإرهاصات والعلامات الأولى ديال النبوة. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كان العرب قديما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحترمون رسول الله ويقدرونه، وكان معروف عندهم بالصادق المصدوق، بحكم أنه ما عمرو جربوا عليه الكذب وشي خلق سيء من الأخلاق اللي كانت منتشرة بين كثير من الشباب في السن ديالو. منين وصل 35 سنة غادي يختاروا باش يوضع الحجر الأسود للكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة كانت معظمة عند العرب قبل مجيء الإسلام، وكانت رضما فوق القامة، طول ديالها 9 أذرع من عهد إسماعيل، أي ما يقارب 5 أمتار. وقد أصابها ما أصابها من السيول والفيضانات، فأراد العرب ترميمها. أعطوا لكل قبيلة جزء يتكلفوا ببنائه. من وصلوا للحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه،
استمر الخلاف على ذلك 4 ليالي أو 5، فقام أبو أمية بن المغيرة المخزومي حكما بينهم، اقترح عليهم يحكموا أول داخل من باب المسجد، وشاء الله أنه يكون محمد صلى الله عليه وسلم. من دخل هتفوا جميعا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. حكاوا النبي صلى الله عليه وسلم سبب الخلاف، فأمر برداء، وهو يحط الحجر الأسود وسط الرداء، وأعطى لكل قبيلة تشد طرف من الرداء ويجيبوه حتى المكان ديالو، ثم خداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحطه في المكان المخصص ليه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ما يجيه الوحي على أخلاق عالية وأمانة وصدق الحديث، وكان قليل فين كيجتمع مع الناس، وكان يحب الخلوة كثيرا، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يجلس لوحده في ذلك المكان البعيد عن الناس، كيتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وكيتعبد الله على الحنيفية السمحة، وهي النظر في الكون وما أودع الله فيه من المخلوقات. حتى جات الليلة اللي غادي ينزل فيها النور والوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه المقدمة في هذه الأسطر، لما تقاربت سنه 40 صلى الله عليه وسلم، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الهوة بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعودة نحو ميلين من مكة، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه ذراع و3/4 ذراع من ذراع الحديد، ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتسوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد. كان اختياره لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليعده لما ينتظره من الأمر العظيم، ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى، لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعد الوقت، وانقطاع من شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. وهكذا دبر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر له من هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة ب3 سنوات، ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون. أيها الإخوة، في الحلقة المقبلة غادي نشوفوا كيفاش نزل الوحي أول مرة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في سن 40 اللي فيه كيكتمل نضج الإنسان، وغالبا هي السن اللي كيبعث فيها الله الأنبياء، جاء جبريل بالوحي في مكان بعيد عن الناس، وهو في خلوة مع نفسه صلى الله عليه وسلم في مكان سميته جبل النور، بعيد كل البعد عن المخالطة والتجمعات. جات اللحظة اللي كانت سبب في تغيير منار الأرض وأنار الوحي أول مرة على فترة من الرسل. عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الحكاية كاملة،
وقصاتها على الصحابة وصلاتنا بصيغة جميلة جدا. قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فالق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. دخل على خديجة بنت خويلد وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عم خديجة، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كانت خديجة رضي الله عنها مثابة الأمان لكي يؤويه النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد المحن، فيجد الملاذ والطمأنينة. بعد ما وقعت هذه الحادثة خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه الجنون، وأن قريش تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد عقله، لأنه ما عرفش بالضبط شنو اللي وقع في ذيك الليلة. فجاء في بعض الروايات الضعيفة اللي ما فيهاش سند، ورويت بصيغة التمريض، أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قلت: إن الأبعد، يعني نفسه، شاعر أو مجنون، إلا تحدث بها عني قريش أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي منه فلا أقتلنه فلا أستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك، حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي. من بعد ما انقطع الوحي مدة تتراوح بين أسبوع إلى أشهر قليلة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة في حزن شديد ينتظر فرج الله بالوحي. قال: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى:
يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فاهجر. وكان الوحي كيجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد منا على أشكال. شي مرات كيشوف رؤيا صادقة ورؤيا الأنبياء حق. أحيانا كيجي الملك يلقي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ومرات أخرى كيجي الملك في صفة رجل سميتو دحية الكلبي. والمرة اللي خدا فيها الوحي في المعراج فريضة الصلاة. أيها الإخوة، من بعد هذه الفترة غتجي الأوامر الربانية لنبينا صلى الله عليه وسلم باش يخرج للدعوة إلى الله، وهناك غادي تبدأ المعاناة مع قريش. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. جاء الأمر من الله عز وجل باش يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد، وهي المرحلة الفاصلة اللي غادي يبدا معها مسلسل الابتلاء والامتحان، وغادي تبدا حياة الجد والاجتهاد والدعوة إلى الله وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد. الرسالة اللي كانت بالأساس مركزة على التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بدأت معها الدعوة السرية. كانت مكة المكرمة هي مركز الشرك في ذلك الوقت، بها أصنام العرب كاملين كيتوجهوا لها من كل حدب وصوب، فكانت المهمة صعيبة بشكل كبير جدا، والإكراهات والتحديات كانت أكبر. أول امرأة سلمات هي خديجة رضي الله عنها، ثم من بعد منها مولاه زيد بن حارثة، ثم أبو بكر، ومن الصبيان علي كان عنده 10 سنوات. أسلم هؤلاء كلهم في يوم واحد من أيام الدعوة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم التركيز دياله على كبراء قريش، وكانت مهمة أبو بكر بأخلاقه العالية ورقة طبعه أنه يستمي المقربين له، فأسلم على يده عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وكان هؤلاء هم الشعلة الأولى التي أنارت مكة المكرمة. بعد 3 سنوات من الدعوة السرية جاء الأمر الإلهي باش يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. خرج إلى قريش وأنذرهم وحذرهم. كان أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بني هاشم، وكانوا أغلبهم من العائلة ديالو نحو 45 واحد. فلما اجتمعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. من اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب غادي يدافع عليه، خرج في صباح ذلك اليوم فصعد الصفا، فجعل ينادي بني فهر: يا بني عدي، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى
عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بعد هذا اللقاء غادي تبدا المعاناة مع قريش واللي استمرت سنين. تهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله.